بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول لا إله إلا الله، هنسمي الله، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنعمل معاكم تتبيلة برجل. آه، التتبيلة دي يا جماعة مش تتبيلة البنات، تتبيلة البرجل. في برجل نفس التتبيلة ونفس جبناه يعني من المطاعم، نفس النظام ونفس التتبيلة بالظبط. المهم تتبيلة ناشفة كده حلوة، بيطلع البرجل آه، طاري من جوه جدا جدا، ومن بره مقرمش ناشف. مهما ما تحمروه وتسيبوه، مهما يساب بيفضل ناشف من بره ومن جوه طري وجميل. هتعملوه بنفس الطريقة. اهم حاجة ما يبقاش فيه نسبة مية خالص خالص. انا عندي المدقة اللي هي مبزبزة دي، بس مش موجودة، ما لقيتهاش يعني، بصراحة ما لقيتهاش. فهتدقوا بأي حاجة. هي المدقة المبزبزة بندق بسيط كده عشان ما يتقطعش معانا. مش موجودة، بتعملوا بإيد صلاية زي ما أنا عملت كده. أهم حاجة المية. هنعمل لكم وصفة جميلة أوي أوي، تعملوها وتشتلوها في أي مناسبة، مش لازم رمضان. كل عام وانتم بخير، مش لازم في رمضان، في أي وقت طبع لكم حد وعايزين تعملوه، بتقوموا مطلعينها ما فيش 5 دقايق وبيكون فاكك. لان هو محطوط بين وبين بعضه اكياس زي البرجل بالظبط. شفت البرجل لما بتجيبوه جاهز وبيبقى بين وبين بعضه ورق، هنحط اكياس بين وبين بعض، بين القطعة والقطعة، وهتعينوه تشتلوه في الفريزر بعد ما يتبل طبعا، وهيبقى جاهز. يعني هيبقى كل حاجة جاهزة فيه. هنا حطيت شوية توم باودر وبصل باودر على على البيض، وشوية خل صغيرين، معلقة خل. وطبعا حطينا توم باودر، بصل باودر، توابل مشكلة وبابريكا وملح، عشان الطعم يطلع مظبوط أوي أوي يا بنات، يطلع يعني مظبوط 100%. ميبقاش حادق منكم، لأن هي الوصفة دي زي ما قلت لكم ناشفه، ما فيهاش ميه، نسب ميه. اي ملح يتحط فيها تشربه. على الكيلو الدجاج معلقه بتاعه الشاي الصغيره ملح ناعم، ما نزيدش عن المعلقه. على الكيلو الدجاج معلقه، ما تزيدوش عن كده. بيطلع مظبوط 100%، بيطلع مظبوط قوي. هنا برضو حطيت شويه توم باودر وبصل باودر على على الدقيق وعلى البيض، لكن البقسماط ما حطيتش عليها حاجه. وهنا هنمسكه بقى. طبعا انا كنت غاسله الدجاج وعصر عليه ليمون قبل ما اعمله، قبل يعني ما انشفه كده. غسلاه كويس ومسحطاه في المصفى صافي كويس قبل ما اقطعه يعني. الوصفه دي اعملوها وخلوها عندكم دايما تبقى موجوده. زيها زي اي حاجه جالكوا حد طب عليكم فجأة، هتطلعوها. وعشان هو بينه وبين بعضه اكياس، بتشتلوه الطبقات وتطلعوها بره 5 دقايق بالظبط، بيبقى فاكك وعلى طول بتعملوه يا اما في القلاية الهوائية، يا اما تعملوه في الزيت زي ما انا عملت كده. الوصفة جميلة جدا. اللي يشوف القناة لأول مرة يا جماعة بعد إذنه، والله وصفاتنا جميلة، بس مش عارفة مشاهداتي برضو ضعيفة قوي يا بنات. والله أنا زعلانة قوي، يعني زعلانة قوي 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 على تعبي، ومفيش نتيجة. يعني مفيش نتيجة خالص على تعبي ده. مانيش شايفة المشاهدات عندي ضعيفة جدا. أنا مش عارفة إيه السبب يعني. يعني المحتوى وحش، مانيش عارفة بالظبط إيه السبب. رغم ان انا تعبت قوي قوي في القناة بتاعتي الاولانية اللي راحت. تعبت فيها قوي، وقلت ربنا يعوض عليا في دي، والحمد لله برضو نحمد ربنا على كل شيء. اللايكات بترفع الفيديو يا بنات، والتشهير وتشيروا الفيديو برضو. تشيروه كده برضو بيبقى حلو، تبعتوه لاصحابكم، لاهلكم، لاي حد عنده حد من اهله بعيد، يشير الفيديو كده لنا، يبقى جزاه الله خير. شوفوا انا بقى بحط اكياس بينه وبين بعضه. بتيجوا تطلعوا الكيس بالقطعتين اللي عليه، وتسيبوهم على صينية كده، مفيش 5 دقايق يكونوا فكين. اعملوا يا جماعة، هاتولكوا 2 كيلو دجاج ولا 3 كيلو،
واعملوا نفس التتبيلة ونفس الوصفة بالظبط. والله العظيم ما هتعتمدوا اللي هي على طول على طول. الوصفة دي أنا معتمداها بقالي فترة. يعني كنت جايباها من طريقة شيف يعني بتاع مطعم كبير والله، ومعتمداها بعملها على طول. هي نفس التتبيلة بالظبط. وأهم حاجة ننشف الدجاج من المية جدا جدا، ما يبقاش فيه أي نسبة مية، ونغسله كده حلو برضو بدقيق وليمون زي ما بنعمل، وكل حاجة تبقى ريحتها ولا أكن معمول ببيض، ولا أكن معمول، يعني الريحة والطعم، الطعم تحفة تحفة. والقرمشة كده من بره مش ناشف قوي بس مقرمش، ومن جوه طري وجميل جدا. اعملوا بقى، عبوا على حسب الأفراد. أنا حطيت في علبة، حطيت فيها 10 قطع يأكلوا 5 أفراد من بدري. واللي هم التانيين المسطوحين دول كل علبة فيها 4 قطع يأكل فردين. والتانية مانيش فاكرة حطيت فيها كام برضو قطعة. بتحطوا بقى القطع على عدد، على حسب العدد، أو تجيبوا العلب هي الصغيرة. الزيت طبعا لما بنيجي نحط ده يا بنات ما بنسخنش الزيت قوي، ولا بيبقى بارد. لو بارد مش هيبقى حلو، ولو سخن قوي هيلهف منكم بسرعة. الزيت يبقى على حرارة وسط يعني، وما بشربش زيت، وبيبقى جميل والله تحفة بسم الله ما شاء الله. بتصفوه بقى كده، وبيبقى ناشف بقى كده، بنطر الزيت منه بيبقى ناشف كده وبيبقى جميل جدا. دول بقى القطع دي الصغيرة دي اللي هي بتبقى اللي في الصدر، اللي هي زي الموزة دي، اشتلتها خلتها لحالها عشان هي مش ما كانش هتبقى قطعة كاملة. والقطع الكبيرة اللي انا اشتلتها، وبرضو حمرت من القطع الكبيرة. اللي كنت عايزاكم تسمعوا الخرفشة دي، بس طبعا الصوت طبعا الشاي المخرفش خالص ومن جوه طري، في منتهى الجمال والله يا بنات. اعملوا بقى، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.